السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي الوداديين الأحرار وجميع المتابعين والمتابعات. مرحبا بكم في فيديو جديد مع أخوكم إسماعيل الودادي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على 3 نقاط المهمة اللي حققها فريق الغالي ديالنا فريق وداد الأمة على الزمامرة ب3 الإصابات لواحد. غادي نهضروا على النقاط الإيجابية والنقاط السلبيه كيف ما جرت العاده. دائما النقاط الايجابيه باش على اننا نطوروا منها ونقدروا نزيدوا لقدام، وايضا النقاط السلبيه كنسلطوا عليها الضوء من اجل الاصلاح السريع ديالها، خصوصا على اننا غادي نلعبوا على عده واجهات وعلى عده منافسات. فبالتالي فريق الوداد الرياضي كيبقى فريق اللي هو عريق وكبير، وضروري ما نكونوا دائما يد وحده من اجل تحقيق الالقاب حنا كجمهور فريق الوداد الرياضي. التفاصيل ديال هذا الفيديو غادي نشوفوها كاملين، ولكن مورا الانترو. اول حاجه كنبغي نهني جميع المغاربه على الاستضافه ديال كاس العالم، الملف اللي مشترك بين المغرب البرتغال واسبانيا، والحدث اللي كيتسناوه كاع المغاربه هذه سنين ومنين حنا كنتسناو هارمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. بعد تقديم عديد من الملفات جاء الدور على الملف المشترك، وقدرنا الحمد لله على اننا نخوضوا التجربه العالميه في البلاد ونستقبلوا منتخبات. نتمناو على ان هذا الحدث يعود بالخير على الامه المغربيه بجميع الخير ان شاء الله، وفرص الشغل الى غير ذلك، وتطور البلاد بصفه عامه ان شاء الله. ثاني حاجه بغيت نهني جميع الوداديين بالحضور ديال ايوب العملود وعطيه الله بالمنتخب، ممثلين لفريق الوداد الرياضي وسفراء لفريق الوداد الرياضي في المنتخب الوطني، وهذا تشريف وتكليف كبير لهم. نتمنوا عليهم التوفيق ان شاء الله في المسيره مع المنتخب الوطني المغربي. كيف ما كتعرفوا ديما انا كنبغي نبدا بالنقاط الايجابيه، وغادي نهضروا بالنقاط الايجابيه بسرعه، لان كيف ما كتعرفوا النقاط الايجابيه شي حاجه اللي زوينه فكنبغيو اننا نطوروا منها. اول حاجه كنبغي نبارك للشرقي البحري اخيرا بتسجيل اول اهدافهم بقميص فريق الوداد الرياضي. نتمنى انه يكون فعل الخير ليه، وانه يقدر يسجل اهداف اخرى رغم المستوى الباهت اللي ظهر به في كاع المقابلات اللي لعب. ولكن كيف ما تيقولوا كنتشبتوا دائما بالامل، وكنتشبتوا بان اللاعب تجي واحد الاستفاقه. وكيف ما كتعرفوا فريق الوداد الرياضي فريق ديال الالقاب وفريق ديال اهداف وتسجيل اهداف، فاللاعب حتى اللي كيكون ميت مع فرقته كيجي الفريق الوداد الرياضي كيعيش داك لو ستيل دو في كما كنسميوه، نمط الحياه، باش انه يكون هداف ان شاء الله بالفطره. لما لا؟ نتمنوا له الخير، رغم على ان انا بالنسبه لي لا الشرقي البحري لا صامبو لاعبين اللي عاديين جدا، ولكن كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله مع فريق الوداد الرياضي وتسجيل اهداف اكثر. صامبو ايضا عاد للتسجيل، وهذه من نقاط ايجابيه ايضا، لان بعض المرات المهاجم الرئيسي كتكون عنده داك عدم الثقه الى غير ذلك، ومع تسجيل الاهداف او لا هدف فكيرجع داك الثقه الكثيره ديالو او الثقه الكبيره ديالو، وتقدر تكون انطلاقه. نتمنوا من الله تعالى على انها تكون الانطلاقه ديال هاد المهاجمين اللي هما الشرقي البحري وصامبو، رغم ان الخصم كيبقى فريق عادي مع احتراماتي الفريق الزمامره بطبيعه الحال فريق مغمور اللي جاي في الطريق. نتمنوا ليه الخير. كيف ما كنعرفوا فريق الزمامره فهم اصدقاء فريق الوداد الرياضي، والجمهور جمهور الزمامره فهو بصفه عامه اصدقاء، وبالصفحه ديالهم بطبيعه الحال حتى هي. فتحيه خاصه للجمهور ديال الزمامره. فمن النقاط الايجابيه ايضا هو دخول احناش اللي دخل ودار واحد الديناميكيه في وسط الميدان. هذا اللاعب اللي طالما كيدخل كيثبت على ان السيد 10 يقدر يلعبها الاز، ما كاين حتى شي مشكل. خص غير تعطاه الفرصه الكامله ديالو ويرد اللياقه البدنيه ويسترجع الامكانيات ديالو. فبالنسبه لنا بغينا نهضروا على النقاط الايجابيه. شنو اخر كاين جمال حركاس اللي بدا هو كيتاقلم، رغم على انه تاكل في واحد الكره وطاح على ما اظن، كنظن بانه هو اللي تاكل، ولكن كيبقى خطا عادي جدا. المشكل جاي من ابو الفتح اللي بطبيعه الحال التدريب لا جوج مرات غادي نهضروا عليه في النقاط السلبيه. ابو الفتح حركاس كيبقى مدافع اللي عاطي داك الامان للدفاع، يعني صراحه بدون نفاق او بدون تزويق الحقائق او تجميل الحقائق. نبغيو نعطيو ايضا الحق الفرحان اللي كان غائب في هذه المقابله وبانت بلاصتو كبيره الاخوان، وجا لكم كلامي بان فرحان وحركاس هما ثنائي الا بغينا نقولوا الاحسن او الافضل في ظل الظروف اللي كنلعبوا فيها. ومن الاشياء الايجابيه اللي شفت ايضا هو تقدم الدراوي الى الامام بواحد الشكل كبير مقارنه مع المقابلات اللي فاتوا، وهذا الشيء دار داك الزياده العدديه
اللي خلاتنا اننا نلعبوا مرتاحين في الهجوم، خصوصا بعد الطرد وحتى قبل الطرد. يعني كان الدراوي كيزيد لقدام، وهذا الشيء اللي ما شفناهش في المقابلات اللي فاتوا، وهذه نقطه ايجابيه للدراوي. وبطبيعه الحال بغينا نهضروا على النقاط الايجابيه عاوتاني، نهضروا على استغلال النقص العددي وتسجيل الهدف الثالث. وضروري من ان الفروق الكبيره دائما ما كتعاقب الفروق اللي كيكون عندها النقص العددي، وهذه هي عاده الوداد وعاده الفروق الكبرى. فريق الوداد كيبقى فريق كبير، وضروري على انه يستغل النقص العددي، واستغلال النقص العددي بطبيعه الحال دائما ما يصنف من النقاط الايجابيه. ايضا ما نساوش الدور اللي قام به ابو سفيان، اللي بان بدنيا قوي على الاصدقاء ديالو صراحه. ابو سفيان باختلاف مع مجموعه من الاشخاص كيقول لك لا اللاعب عيان الى غير ذلك، فانا كيجيني لاعب حسن بزاف من الحتيمي، فكيجيني بزاف من الاحتمال الاخوان. الاحتمال اللي كيبقى دائما في انه كيلعب المقابله الخامسه او السادسه رسمي مع فريق الوداد الرياضي، وما كيقدرش على انه ينسجم وتضييع الفرص بالجمله. فبالتالي كيبقى لي انا من النقاط الايجابيه ديال هذه المقابله هو ظهور ابو سفيان بالطريقه هذه وبدون انانيه، قدر على انه يمرر الكره للشرقي البحري لو كان بوهرة او حتى الهوني كان يفكر على انه يسددها رغم ضيق المسافه بينه وبين حارس المرمى. فبالتالي ابو سفيان كيبقى لاعب اللي هو محترف، لاعب اللي كيمشي كيتريني، قوي بدنيا تبارك الله. لما لا؟ فانا كنشوف الرسميه ديال ابو سفيان لا تناقش في ظل هذه الاختيارات اللي كاينه ما بين الحتيمي، وكنشوف حتى بوهرة يقدر يلعب كجناح ايمن. فكنظن على ان الرسميه ما بين ابو سفيان وبوهرة كجناح ايمن، وبالنسبه للجناح ايسر فكيبقى الهوني لامح. فكتبقى القوه الضاربه ديال فريق الوداد الرياضي هي الاظهره، ولكن هاد الاظهره واش كتستغل بطريقه صحيحه؟ هاد الشيء اللي غنشوفوه في النقاط السلبيه. النقاط السلبيه لفريق الوداد الرياضي، فرغم الفوز ب3-1 وكتشوف القيمه ديال الخصم ديالك مع الاحترامات ديالي ليهم، فضروري كتطرح اكثر من تساؤل. الا كنتي كتفهم شويه في الكره وكتتابع الكره غادي تفهم بان هناك بعض التساؤلات اكثر من علامات استفهام. ابو الفتح ماذا يفعل في الوداد؟ مع احتراماتي لهذا اللاعب، ابو الفتح ماذا يفعل في الوداد يا اخوان؟ والله حرام وعيب وعار ان لاعب يعني عنده مشاكل في التغطيه. كنا غادي نستقبلوا 3 الاهداف الاخوان، عاودوا الماتش 3 الاهداف من 10 دقائق الاولى من المقابله مع فريق مغمور مع الاحترامات له. يعني هذا الفريق اللي جاو كان غادي يضرب عليك 3 البيوت في 10 دقائق الاولى، ذلك لان البلوك طالع بزاف. ما يمكنش واخا تكون لاعب في الحيه الاخوان ما يمكنلكش انك تطلع بالبلوك حتى للنصف الملعب الثاني. يعني اخر مدافع واقف في النصف الملعب ديال الخصم، اخر مدافع. يعني طيح مع اي فرقه اللي هي كتتقن لا ترانزيسيون او لا المرتده السريعه، فبطبيعه الحال غادي تمحنك، غادي تخرج بواحد النتيجه اللي هي ثقيله بزاف. وهذا الشيء ضروري نتنبيه ليه. فرجوع جبران الى الوراء حتى القلب الدفاع ديالنا وبناء الهجمه من الخلف، فهذه طامه كبرى في حق الوداد الاخوان، سوف تكلفنا كثيرا. ونحن ندق ناقوس الخطر. هي 3 نقاط شيء ايجابي، تسجيل اهداف شيء ايجابي، ولكن قيمه الخصم فراه كان يسجل عليك 3 الاهداف في 10 دقائق الاولى. شوفوا الخطوره ديال الموقف. هذا الشيء يقدر يكون مزيان لك كنتي كتحس بان كاينه واحد الدراسه ديال الخصم، كتحس بواحد النوع من العشوائيه في بناء الهجمه من الخلف. وهذا الشيء اللي غادي يخلينا الاخوان نطيحوا في مجموعه من الاخطاء. راه ماشي كان كريتيكي الاخوان باش انني كان كريتيكي هكاك، راه كان كريتيكي من اجل تصحيح هذه الامور. فلا حسبتي الهجمات اللي داروا علينا في 3 الهجمات، 2 من العمق ومن جهه ابو الفتح الاخوان، 2 من العمق ومن جهه ابو الفتح. يعني كارثه في التغطيه، كارثه في الكرات الطوليه، كارثه في كل المقاييس وكل ما تحمل الكلمه من معنى. اش كيدير هذا السيد في فريق الوداد الرياضي؟ فاللي تفرج في المقابله غيعرف بان الى حين دخول سفيان احناش فما كانش تسديد من بعيد، ما كانوش الكرات العرضيه اللي هي قوه فريق الوداد الرياضي بتواجد كل من سامبو ايضا الشرقي البحري، فبوجود الحتيمي وحتى الهوني اللي هو كيلعب كونتر بي كيتسمى، لانه هو ما كيجرش ويتيري او لا يسونطري، كيخصو يسونطري بالغوش وهو لاعب اللي يمني. عاوتاني الحتيمي اللي كذلك لاعب كونتر بي، لاعب خصو يسونطري يقلب عادي يسونطري. فما شفناش القوه ديال فريق الوداد الرياضي وهي العرضيات الاخوان، العرضيات. وما شفناش لا بينيتراسيون من الاجنحه، ما شفناش ضربات الاخطاء اللي هي قوه فريق الوداد الرياضي، ما شفناش اللعب المباشر اللي هي قوه فريق الوداد الرياضي. مزيان يكون التنوع في اللاعب، ولكن التنوع في اللاعب راه ما شفنا حتى الدوزيام ميطون حتى الشوط الثاني. فحتى غياب بوهرة اللي كان كيدير داك لا بينيتراسيون ويدخل يجيب لك الاخطاء فما كانش، فبنت بلاصتو الاخوان. مع كامل احتراماتي الاستاذ او السي الحتيمي
اللي مازال بعيد على الامكانيات ديالو ومازال بعيد على فريق الوداد الرياضي. فبالتالي كيبقى الاحتمال لاعب اللي هو ما عندوش تنافسيه باش انك تدخلو كرسمي باش انه يرد الامكانيات ديالو، فهذه موفيز افير. خصك تدخلو تدريجيا في المنظومه باش ما تحركش اللاعب وباش ما يكونوش عنده كثره الاصابات. فبالنسبه لي هذا الراي الشخصي ديالي والراي ديال اغلب زعما المحللين واغلب الرياضيين بصفه عامه، لانك ملي كتجي وكتدخل واحد السيد اللي ما لعبش عام، لعب يلاه 18 دقيقه في عام وكتدخلو رسمي، فراك كتحرقو كتقتلو. يعني ضروري خصك تدخلو في المنظومه شيئا فشيئا. فكنظن ان الجاهزيه ديال بوهره كتخليه يدخل رسمي، الجاهزيه ديال ابو سفيان كنبغي انه تخليه يدخل رسمي. فبالتالي الامور واضحه الاخوان في هذا الشيء. اي واحد كنظن على انه غيبان ليه اللي كيفهم في الكره الاخوان غيبان ليه. فاللي بغى ينتقدني مره اخرى الاخوان ينتقدني بتعليقات محترمه، لا غتسب غير بلاش اخويا، لانني غير غنبلوكيك. فكنتي متبع قناه العالم الاحمر ما مديولاش لهذا الشيء، مديوله الناس اللي محترمه، الناس اللي تنتقد بواحد الاسلوب حضاري بالعقليه ديال الجمهور فريق الوداد الرياضي. لان احنا فريق الوداد الرياضي ما كاينش معنا بوزبال ما كاينش معنا، كاين معنا الناس اللي محترمين. فريق جمهور الوداد الرياضي جمهور كلاس، جمهور اللي كيخدم الدماغ ديالو، اللي كيخدم العقل ديالو. فلكن انت اخويا باغي تدخل او لا اختي باغا تدخل وتسب وكذا وهذه، فهاد الشيء هذا راه قناه العالم الاحمر ما عندها ما دير بك وما عندك ما دير بها. قناه العالم الاحمر مديوره للناس المحترمين اللي كيحبوا فريق الوداد الرياضي قلبا وقالبا، كيفهموا اشنا هي الكره بعدا، كيفهموا شنو هو الانتقاد البناء من اجل تصحيح الامور وتسليط الضوء على الاخطاء. واحد المجهود كبير اللي كنديروا في تحليل المقابله واستخراج نقاط القوه ونقاط الضعف باش نقدموا واحد الطبق جميل وواحد المحتوى راقي للجمهور الودادي. فبالتالي اللي غيحترم هذا المحتوى فمرحبا به، اللي ما غيحترمش هذا المحتوى حتى هو مرحبا به. بغيتي تفرج غير ما تسبش، لان التعليقات الخايبه فقط تساهم في خلق واحد المجال سلبي لا يساعد على الاشتغال بالنسبه لهذه المجهودات اللي كنقوموا بها لا مشروطه فقط من اجل حبا في فريق الوداد الرياضي فقط. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى وصلتي حتى لهنا ومازال ما اشتركتيش في القناه، اذا انت راه ماشي ودادي وماشي وداديه. كان معكم خوكم اسماعيل الودادي. السلام عليكم ورحمه الله.